السيرة النبوية العطرة. صاح الجميع وعلى صوتهم بالفرح. انتشر الخبر في مكة كلها كالنار بالهشيم، وضجت مكة بأصوات الفرح. وأطلت النساء بفرح ينظرن إلى عبد الله بشفقة ورحمة. كانت كل فتيات مكة يتمنون عبد الله زوجا لهن. كان كل من نظر إليه يراه مكسوا بالجمال والهيبة والأنوار. إنه نور حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يحمله عبد الله. الكل ينظر إليه وينظرون إلى صبره لهذا الموقف الصعب. هذا الفتى الجميل صاحب الوجه المضيء. إنه جميل وما أكثر الجمال في قريش، ولكن جماله نادر يشف عن جمال الروح. ففي جماله شيء غريب، نور يكسوه في وجهه شيئا لا ترى مثله في وجه شباب قريش. هناك كثير من الروايات في كتب السيرة قد تحدثت عن جمال عبد الله والنور الذي كان يكتسيه. فركبوا جميعا وانطلقوا إلى عرافة يثرب، فلم يجدوها في يثرب، كانت في خيبر. فلحقوا بها إلى خيبر. فلما دخلوا على كاهنة يثرب نظرت إليهم تلك العجوز الكبيرة في العمر نظرة ذكاء وفراسة. قص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه عبد الله. فلما أخبرها عبد المطلب بالأمر، قالت الكاهنة: أمهلوني اليوم وارجعوا إلي في الغد. فتركوها ورجعوا. قلنا إن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يثرب يتيم الأب عند أخواله بني النجار. وكان من عادة عبد المطلب إن وصل المدينة المنورة ذهب لزيارة أخواله والتجول في أسواق المدينة. لما خرجوا من عند الكاهنة لم يذهب عبد المطلب لزيارة أخواله من بني النجار، ولم يذهب إلى أسواق المدينة ليتذكر طفولته فيها. كان مشغول البال بمصير ابنه عبد الله. فقام يتضرع ويدعو الله أن يوفقه لما يرضى. رجعوا في اليوم الثاني إلى الكاهنة فقالت لهم: قد جاءني الجواب. كم دية الرجل عندكم إذا قتل؟ أي رجل منكم قتل رجل، كم تدفع ديته مقابل أن يرضى أهله؟ قالوا: نعطيهم 10 من الإبل. قالت: إذن تقدموا صاحبكم، تعني عبد الله، وتقدموا 10 من الإبل، واطرحوا القدح. أي تكتبوا اسم عبد الله على القدح الأول، وعلى الثاني تكتبوا 10 من الإبل. واضربوا عليها وعلى صاحبكم القدح، فإن خرجت عليه زد من الإبل 10. اعملوا قرعة بين عبد الله وال10 من الإبل. فلو خرجت القدح في القرعة باسم 10 من الإبل فقد رضي ربكم بالفداء. فإن خرجت باسم عبد الله يجب عليكم أن تزيدوها 10 وتعيدوا القرعة. قال عبد المطلب: وإن خرجت عليه مرة أخرى ماذا نفعل؟ قالت: تزيد 10 ثم 10 حتى تخرج على الإبل، حتى يرضى ربكم ويفدى هذا الغلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. والمقصود أبوه عبد الله، وأبوه الثاني إسماعيل عليه السلام. لما رأى إبراهيم خليل الله عليه السلام رؤيا تأمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فصدق الرؤيا وهم بذبحه، ففداه الله بذبح عظيم. فرحت قريش جميعا، وأصبحت قريش ترفع صوتها وتتفاخر بالكرم والسخاء والنخوة. وأخذوا يصيحون بأعلى صوتهم يقولون: واللات والعز لنفدي عبد الله وإن لم يبق في مكة إبل. ورجعوا مكة والناس في مكة حزينة وفي قلق، لأن عبد الله كان في مكة من أحب الناس إليهم، وكان أجمل شباب قريش وأكرمهم خلقا، فكيف يذبح؟ فصار عندهم قلق وكآبة. شاع الخبر في مكة، واجتمع الناس وأحضروا 10 من الإبل. وتقدم عبد الله، وقدموا 10 من الإبل. طرحوا القدح فخرج السهم على عبد الله، فأضافوا 10 فخرج السهم على عبد الله، فألحقوها 10 فخرج السهم على عبد الله. فما زالوا يزيدون 10 فوق 10، يلحقونها 10
حتى بلغت الإبل 100 على التمام، 10 عشرات، فخرجوا السهم على الإبل. صرخت قريش بصوت عالي: قد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال له: قالوا: لما لا يا سيد قومك؟ ما القصة يا عبد المطلب؟ القدح أول مرة طلع على عبد الله مباشرة هممت لذبحه. قال لهم: حتى اضرب القدح 3، فإن خرجت على الإبل 3 هنا أعلم أن ربي قد رضي، وإلا فلا بد من ذبح الولد. قالوا: كما تريد. فقاموا بالقرعة 3 مرات، وفي كل مرة تخرج على الإبل. فقال عبد المطلب: الآن اطمأن قلبي وأن ربي قد رضي. وكان فداء عبد الله 100 من الإبل. نحروا الإبل وجعلها عبد المطلب طعاما للناس والسباع والوحوش في الجبال، لا يمنع عنها أحد. فرحت قريش بفداء عبد الله فرحا ما بعده فرح. ثم أخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وسار به باتجاه الكعبة.